اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر شعبان الأيام فيه مش بتجري، الأيام بتطير. كنا لسه بنتكلم وبنقول بداية شهر شعبان، خلاص كلها يومين ونقول نهاية شهر شعبان. يلا بقى اللي ملحقش يستعد، واللي ملحقش يعمل اللي قلنا عليه يبدأ كده واحدة واحدة. مفيش حاجة مستحيلة، ما نقولش احنا ما بدأناش من زمان، لا عندنا وقت وعندنا لسه أيام جاية كتير نبدأ فيها. الناس اللي لسه ما فتحوش المصاحف خلاص ما بقاش ايام كتير نتدلع ولا نقول لسه بدري ولا بكره هبدا ولا بعده هبدا. الايام بنقولنا بتطير مش بتجري. فاللي لسه ما فتحش المصحف يبدا من دلوقتي يدرب نفسه على قراءة القرآن، عشان في رمضان ان شاء الله ما نملش وما نزهقش وما نقراش القرآن زي ما قلنا كده قراية سريعة وخلاص. عايزين كده قراية بتدبر وخشوع، والعبادة بتاعتنا ان شاء الله السنة دي تكون مختلفة عن كل سنة. كل سنة وانتم طيبين. خطتنا ايه بقى لاخر شهر شعبان، للايام اللي جايه من شهر شعبان لليله النصف من شعبان؟ ليله النصف من شعبان دي بترفع فيها الاعمال بتاعت السنه كلها. يعني كل اللي عملتيه طول السنه في اليوم ده بالذات بترفع بقى كل اللي انت عملتيه، وربنا بيغفر لكل الناس في اليوم ده الا اتنين. اول حاجه فيهم المشاحن ده اللي هو مخاصم حد، اللي هو شايل من حد، اللي هو ما بيتكلمش مع حد يعرفه مثلا. او نصف من شعبان ليلة لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، عشان الليلة دي بترفع فيها اعمالنا كلها بتاعت السنة كلها، بتترفع فيها في اليوم دي. فلازم نقرا عن ليله نصف من شعبان ونعرف يعني ايه ليله نصف من شعبان وايه المفروض نعمله في ليله نصف من شعبان. انا ما ينفعش ان انا او ان انا ما عنديش يعني المعلومات الكافيه ان انا اقول لكم ليله نصف من شعبان نعمل ايه فيها بالظبط. نبحث وندور كده عن المشايخ اللي بيتكلموا عن الليله الحلوه دي، ونعرف المفروض نعمل ايه بالظبط في ليله نصف من شعبان. اواخر شعبان ايه اللي المفروض نعمله فيه؟ اواخر شعبان ده بقى وقت الزنقه، بقى وقت اللي كله بيجري حوالين بعضه، الوقت اللي كلنا بنجري كده فيه عشان نلحق نستعد لرمضان. وبالذات اواخر شعبان جايه في الاجازه، ففرصه ان احنا نشوف طلباتنا كلها اللي ما جبناهاش، نشوف هنعمل ايه لرمضان، نرتب ايه لرمضان، النزول بتاع قبل رمضان ان احنا نشتري حاجات رمضان. كل ده بيبقى في اواخر شعبان. اواخر شعبان بيبقى الجري فيها كتير والنزول كتير والحركه كتير. بنبدا بقى نخلص كل مشترياتنا، مشتريات الزينه بقى، الناس اللي بيحبوا يجيبوا حاجات الزينه، ومشتريات اليميش ومشتريات العصاير ومشتريات الخزين بتاع رمضان. اللي ما خزنوش الحاجات دي كلها بتيجي في اخر شعبان. اواخر شعبان بيبقى الوقت الضايع اللي بنجري فيه، بيبقى الوقت الضايع اللي احنا ملحقناش نعمله طول السنه، طول الايام اللي فاتت دي. بنبدا بقى في اواخر شعبان نكوم كل الحاجه دي علينا ونعملها كلها مره واحده. يلا بقى اللي ما اشتراش واللي ما عملش حاجته واللي ما رتبش نفسه يبدا بقى الاسبوع ده او الاسبوعين دول يرتب نفسه كده ويرتب حاله. الناس اللي عليهم ايام من رمضان اللي فاتوا ما صاموهوش يلحقوا نفسهم في الايام دي، خلصوهم كده. الايام النهار قصير والدنيا برد، الصيام بيبقى سهل كتير عن الحر، فالحقوا بسرعه في الايام دي، خلصوا كل الصيام اللي عليكم. اللي عندها مشاوير بقى عايزه تنزلها، اللي عايزه تشتري حاجات، اللي عايزه تشتري لبس العيد من دلوقتي زي ما قلنا، اللي فتحوا الحصالات اللي احنا كنا عاملينها يبداوا بقى يشتروا لبس العيد واليميش والبلح وخزين رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. الفوانيس اتعلقت في كل حته في كل المحلات، الزينه بدات تنور في المحلات كلها منوره بالزينه وريحه رمضان. واحنا ماشيين في الشوارع كده حاسين ان خلاص رمضان هل علينا. مصر احلى حاجه فيها احتفالها برمضان في الشوارع، المحلات كلها بتحتفل، حتى اللي ملهاش مجال في رمضان تحسي برضو انهم بيحتفلوا معلقين زينه ومعلقين فوانيس ومنورين كده. تحس ان الدنيا كلها بتنور في رمضان، تحس ان الدنيا كلها بتفرح بفرحه رمضان وبدخول رمضان، مش احنا بس. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا الايام دي يا رب بالف خير، اللهم امين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم الصحه وافضل حال، اللهم امين. واحنا ماشيين كده في الشوارع وبنتفرج على المحلات اذكروا الله كده وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقولوا يا رب يعود علينا الايام دي بالخير احنا واولادنا يا رب. وخليكم كده فرحانين وفرحوا ولادكم
وقولوا كده: يا رب رمضان السنة دي يكون علينا شهر خير وستر وبركة يا رب، وفرحة كده للمسلمين كلهم في كل مكان، اللهم آمين. فرحة رمضان عندنا بتبدأ من أول رجب وشعبان ورمضان، عندنا فرحة مختلفة، عندنا أيام مختلفة. أيوة احنا مزنوقين في الأيام دي وبنجري وبنجيب وبنعمل مجهود وبننظف بيوتنا وبنعمل الحاجات دي كلها، بس فرحانين. عندنا كده روحانيات حلوة كده وفرحانين كده، مشغلين القرآن في بيوتنا، محسين كده إن أيام حلوة احنا فيها، أيام كده فيها ريحة كده، وأيام فيها فرحة مش موجودة في أي يوم في السنة عادي. افرحوا كده في الأيام دي وفرحوا ولادكم، افرحوا بدخول رمضان علينا كده، وخلوا الدنيا مختلفة في رمضان كده. الدنيا طبيعي بتبقى مختلفة في رمضان، بتنزلي الشوارع تلاقي الدنيا كلها كده بتتكلم باسم رمضان، بتحسي ان كل الناس وشوشهم عليها رمضان، فرحانين برمضان. تحسي كده ان كل الدنيا حواليكي كده رمضان، هي مرسومة كده رمضان. محلات الترشي بقى بدأت بقى تستعد لرمضان، محلات العصاير، محلات الاكل والشرب، محلات بقى اليميش والبلح، بدأوا بقى الدنيا كلها مفروشة دلوقتي يميش وبلح وحاجات زي دي. تفاوت اسعار والدنيا غالية وكده، بس برضو بنحب نروح ونتفرج، حتى لو هنشتري حاجة بسيطة، كيلو بلح هنشتريه، 2 كيلو بلح هنشتريهم. عشان كده قلنا نحوش ونعمل حصالة، نجيب الحاجات الغالية اللي احنا ما بنعرفش نجيبها من مصروف البيت، او ما بنعرفش نجيبها من في خزين البيت العادي. فاحنا محوشين من زمان وعاملين حصالات عشان ننزل نفرح ولادنا بكيلو بلح، بكيلو تمر، بشويه يميش، شويه مشمشيه وشويه قراصيه، حاجات كده. روحي هاتي كده لولادك ب50 جنيه كده حاجات، ب100 جنيه حاجات، باي حاجه معاكي فرحيهم كده بدخول رمضان. والفوانيس، ليه الاطفال الصغيره ما نجيبش لهم فوانيس؟ حتى لو فوانيس صغيره ورخيصه، ليه ما نجيبش فوانيس نفرحهم ونعرفهم ان دي حاجه ربنا شرع لنا الفرحه في رمضان، شرع لنا ان احنا نستعد لرمضان ونفرح برمضان، ونعرف ان رمضان مش زي اي سنه. وما تقولوش رمضان بيجي برزقه، رمضان مختلف، رمضان مش زي اي شهر، رمضان مش شهر عادي مش هنقضيه اكل عادي. انا لازم رمضان يبقى فيه حاجات مميزه، نفرح الاطفال في رمضان ونعرفهم ان رمضان مختلف عن اي شهر في السنه. نفرح الاطفال ونعرفهم ان رمضان ده شهر بنستناه من رمضان اللي فات، شهر ليه استعداداته وليه ترتيباته وليه روحانياته وليه عاداته وتقاليده عند المصريين لازم نعملها. لازم التمر، ولازم الحاجات الحلوة، ولازم البلح، ولازم الحاجات اللي مختلفة اللي ما بتبقاش موجودة كل سنة طول السنة قصدي، وبنعملها في رمضان بس. فلازم نخليه شهر مميز حتى لو بحاجات بسيطة. انا بشوف ناس كتير على الفيس كاتبين ما تصعبوهاش على الناس، ده رمضان شهر زي اي شهر، رمضان بيعدي برزقه، رمضان مش عارف ايه الكلام ده كله. احنا عارفين ان هو ان هو له رزقه وليه خيره وليه بركته وليه الحاجات دي كلها، بس مش زي اي شهر، مش شهر عادي. لازم نخليه مميز، لازم نخليه مميز مش في العبادة بس، لازم نخليه مميز في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة فيه، وفي تعاملك مع عيالك كمان. خليكي هادية واعصابك هادية، فرحيهم بالشهر الكريم، وخليهم يعرفوا ان شهر رمضان شهر فعلا لازم فيه كل حاجة تبقى فيه مختلفة، أخلاقنا مختلفة، أطباعنا مختلفة، عاداتنا وتقاليدنا فيها مختلفة، أذكارنا فيه مختلفة، صلاتنا مختلفة، عباداتنا مختلفة، كل حاجة، زياراتنا لبعض مختلفة، في عزومات، في حاجات صلة رحم، في حاجات تانية كتير في رمضان مختلفة عن أي شهر في السنة. فرمضان فعلا مش زي أي شهر في السنة، رمضان شهر مميز عندنا احنا بالذات الرمضانيين اللي بيحبوا رمضان، وشهر مميز عند المسلمين كلهم، وشهر مميز في الدنيا كلها. الدنيا كلها رمضان فيها بيبقى شهر مميز، والصيام فيه حاجة مميزة. في السعودية في الحرم رمضان مميز، في الدول العربية كلها رمضان مميز. مصر بتختلف شوية ان احتفالاتها بتبقى كتير في رمضان، بتبقى ظاهرة شوية، انما كل العالم العربي بيحتفل برمضان بمظاهر مختلفة. ورمضان بيكون في كل بلد ليه فرحته المختلفة عن البلد التانية. فرمضان شهر فرحة وشهر خير وشهر بركة. اللهم بلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وأحسن حال، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين.